الاي او اس 26 فيه مميزات كتير قوي يا جماعه، لدرجه ان انا كل فتره زمنيه اكتشف حاجه جديده فعلا، حاجات يمكن اول مره تسمع عنها. مجرد تنويه بس ان ده الجزء الثاني من المميزات اللي ابل ضافتها في الاي او اس 26. لو ما عندكش علم بده فممكن تبقى تشوف الفيديو اللي نزل قريب، مهم جدا ليك لان في مميزات كتير قوي اوريدي مش هتكلم عليها في الفيديو النهارده. الفيديو ده مجرد استكمالا لكلامي. انا حاسس ان انا طولت عليكم، فمن غير كلام اكتر من كده صل على النبي يا معلم ويلا بينا نبدا. خلونا نبدا باول ميزه ضافتها ابل في الاي او اس 26. هو اوبشن اسمه ديفولت كولينج اب. روح على الاعدادات يا معلم وبعدين انزل تحت واضغط على الابس او التطبيقات بالشكل ده، التطبيقات الافتراضيه اضغط عليها، بعدين اضغط على الاتصال. الميزه دي بشكل مبدئي هي نقله من ابل حرفيا. ابل لاول مره تسمح لك تختار تطبيق مكالمات غير التطبيق الافتراضي للموبايل، يعني بدل ما كان كل حاجه كانت بتعتمد على تطبيق الاتصال على الهاتف، دلوقتي تقدر تختار اي ابلكيشن تاني غير الابلكيشن الافتراضي زي الواتس مثلا او اي ابلكيشن تالت وتخليه كتطبيق افتراضي. خلونا نختار الواتس على سبيل المثال، ورحت على البرنامج الاتصال عادي اللي موجود على الموبايل وحاولت تتصل باي حد هيحولك للواتس بشكل تلقائي وتقدر تعمل مكالمه واتس بدل ما المكالمه تكون بالشكل العادي او اللي احنا متعودين عليه. يعني دي كانت اول ميزه معانا. الميزه الثانيه اللي ضافتها ابل في الاي او اس 26 ميزه اسمها الالتقاط المحلي. المختصر المفيد من الميزه دي انها بتسمح لك تسجل مكالماتك سواء صوت او فيديو من غير ما تتوجه لاي ابلكيشنز خارجيه. وعلشان تقدر تفعل الميزه دي هات الكنترول سنتر واضغط ضغطه مطوله على اي مكان فاضي عندك واضغط على اضافه عنصر جديد. انزل تحت شويه هتلاقي عندك الاضافه دي، هتلاقيها موجوده في المكان ده تحديدا واسمها الالتقاط المحلي. ابدا ضيف الاوبشن ده او الاضافه دي، ومجرد ما تعمل مكالمه عاديه او اي مكالمه على اي ابلكيشن اتصال كل اللي عليك بس انك بعد كده بتفعل الاوبشن ده، بتضغط عليه بس، بعد كده المكالمه هتكون بتتسجل عادي. والمميز ان لو المكالمه معتمده على الفيس تايم عادي تقدر تسجلها صوت وصوره كفيديو، يعني بكده هتسجل صوت وصوره عادي وتقدر ترجع لها كمرجع عادي في اي وقت. طيب انت المفروض حاليا عملت المكالمه وسجلت المكالمه وكل حاجه تمام، المكالمه دي اتسجلت فين يا عم احمد؟ بكل بساطه علشان تقدر توصل لملف التسجيل اللي انت المفروض سجلته دلوقتي بتروح على الفايلز او الملفات وبعد كده بتيجي على التنزيلات، بتضغط على الفايل ده هتلاقي كل ما هو متعلق بالحفظ، اي حاجه انت سجلتها هتلاقيها موجوده هنا، وبكده هتكون وصلت لملف التسجيلات. في نهايه كلامي على الميزه دي مبدئيا كده هي مفيده جدا لاي حد، مفيده لاي حد ممكن يعمل مكالمات شغل او اجتماعات اونلاين، ولكن للاسف ابل مش محافظه على الخصوصيه هنا، بمعنى ان الطرف الثاني مش هيكون عنده علم ان المكالمه دي بتتسجل، فاتمنى تستخدم الميزه دي في الخرفه. في كمان اوبشن اضاف جامد قوي ضافته ابل في الاي او اس 26 اسمه تذكير باعاده الاتصال. يعني لو حاولت تكلم اي حد مثلا لقيت الخط مشغول او ما ردش عليك بشكل عام، الميزه دي هتقدم لك اختيار انك تعمل تذكير في وقت معين انت بنفسك هتحدده، بحيث انك لو عامل حسابك انك هتكلمه في وقت تاني ساعه ساعتين مثلا، يعني بمجرد ما تعمل ريميندر الموبايل هيديك تنبيه بسيط بحيث انك تكلمه في الوقت اللي انت المفروض حددته بالظبط. ثالث ميزه ابل ضافتها في الاي او اس 26 وناس كتير قوي كانت مستنياها وانا من ضمن الناس دي الحقيقه، ميزه سجل المكالمات. دلوقتي مع الاي او اس 26 مش بس مجرد ميزه ضافت، هتلاقي كل مكالماتك وتفاصيلها متصنفه بشكل اوضح، وكمان بقى سهل توصل لاي مكالمه قديمه من غير ما تضيع وقت. من الحاجات الجديده في الاي او اس 26 ميزه اسمها الشفافيه، ودي الميزه اللي بعد كده اضغط ضغطه مطوله في اي مكان فاضي عندك، بعد كده اضغط على تعديل ومنها تخصيص. لو اخترت من هنا الاوبشن ده شفاف تحديدا، الميزه دي بتديك تحكم اكبر في شكل الجهاز، او بمعنى اخر بتديك احساس الليكويد جلاس الجديد بتاع ابل، بحيث تقدر تخلي الباك جراوند والعناصر اللي موجوده على الشاشه شبه شفافه. هو بصراحه مديني تجربه شكلها عصريه وجذاب اكتر من الشكل العادي. طبعا لو انت شايف ان هو بيديك شكل انضف واشيك للموبايل اعمل ده، والله مش جاي معاك الموضوع ممكن تخليه على الوضع الداكن العادي. ابل طورت لوحه المفاتيح بشكل رهيب جدا هنا، دلوقتي تقدر تدمج اللغه العربيه والانجليزيه في الكيبورد عادي، ودي حاجه هتسهل على ناس كتير قوي خصوصا اللي متعودين يخلطوا بين العربي والانجليزي في جمل معينه. يعني تقدر توصل لاي حرف من الحروف الانجليزيه بمجرد ما تضغط الضغطه الطويله اللي موجوده في معظم الموبايلات الاندرويد يا معلم. الموضوع بقى اسرع وابسط، وكمان التصحيح التلقائي بقى اذكى كتير. طيب علشان تقدر تفعل الميزه دي روح على السيتنج او الاعدادات يا معلم، بعد كده اضغط على عام، انزل تحت شويه واضغط على لوحه المفاتيح، بعدين اضغط على اللغه العربيه، بعد كده اضغط على اضافه لغه واختار اي لغه موجوده عندك، فاهم؟ يعني مش شرط تكون انجليزيه بس، وبكده تكون عملت دمج باللغه العربيه والانجليزيه زي ما انت شايف قدامك كده. ميزه ثانيه اتضافت من ابل داخل اطار لوحه المفاتيح، وهي انك تقدر توصل لاي جمله باستخدام الاشارات او ضغطه مطوله على الكيبورد وتتوجه للحروف بالشكل ده. يعني عايز اكتب احمد مثلا او ايا كان الكلمه ايه، بروح للحروف بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. والمميز ان الموضوع يعني فيه ذكاء، فاهم؟ بيقدر يطلع لك الجمله فعلا اللي انت عايزها من غير اي افتكاسات منه. ميزه برده ثانيه اتضافت من ابل خاصه بالتقاط الصوره او السكرين شوت، روح على الاعدادات، بعد كده عام، انزل تحت واضغط على التقاط الشاشه او السكرين شوت، هتلاقي الاوبشن ده. بعد ما تاخد السكرين شوت هيظهر لك السكرين بشكل كامل بدل ما تظهر لك كصوره مصغره مؤقته في الزاويه السفليه هنا كده. يعني لو جينا ضغطنا عليها كده وجربنا الموضوع هتلاقيها جايه لك بالشكل ده، ولكن
لو قفلتها هتوصل لك زي ما قلت لك كصوره مصغره مؤقته في الزاويه السفليه. في نفس المكان هتلاقي ابل ضافت لك اوبشن مهم جدا اسمه التنسيق. ابل ضافت اوبشن لتحسين السكرين شوت بمجرد بس ما تخليها على الاتش دي ار. الموضوع ده برده متعلق بالسكرين فيديو او تسجيل الشاشه. لو سبتها على الاتش دي ار هتضمن انك واخد افضل تجربه تصوير شاشه. كمان ككواليتي السكرين فيديو هيبقى افضل من العادي، فاهم؟ يعني لو بتشرح حاجه، بتصور جيم بلاي داخل لعبه معينه، الفيديو هيطلع بجوده فائقه. بس مع الاوبشن ده حجم الملف هيكون اضعاف الملف العادي او الملف الاس دي ار. فزي ما تحب بقى، محتاج كواليتي عالي ومش فارق معاك حوار المساحه ده، ممكن تختار الاتش دي ار. في ابلكيشن كمان ابل ضافته في الاي او اس 26 اسمه بري ريفيو. الفكره منه ببساطه ان هو مخصص لعرض ملفات البي دي اف. يعني لو عندك ملف بي دي اف في الفايلز وفتحته عادي هيحولك للابلكيشن الجديد. ولو محتاج تعدل اي حاجه في ملف البي دي اف التطبيق هيسمح لك بده عادي. عندنا تطبيق جديد برده بما اننا اتكلمنا عن الابلكيشنز اللي اتضافت مؤخرا من ابل، هو الجيمز. الابلكيشن ده عامل زي مركز موحد للالعاب على الايفون، مجمع لك كل ما يخص الجيمز في مكان واحد. باختصار هي منصه ابل الجديده بدل الجيم سنتر لكن بشكل احدث واشيك. تاني اضافه ابل ضافتها في الاي او اس 26 ومهمه جدا برده، ادخل على الاعدادات، بعد كده تسهيلات الاستخدام، انزل تحت واضغط على صوتي ومرئي، ومنها اعاده توجيه المكالمات الصوتيه، وتبدا تختار من هنا سماعه. وده علشان لو انت موصل اي سماعه خارجيه مثلا ايربودز او كاسيت ايا كان، يعني المكالمه توصل لك على سماعه الموبايل، تتفاعل مع الشخص باستخدام الصوت الخارج من سماعه الموبايل، مش ايربودز او اي سماعه خارجيه مثلا مكتوبه على الموبايل. اخر اضافه ابل ضافتها في الاي او اس 26، ادخل على الاعدادات كالعاده، بعد كده انزل تحت واختار الاصوات والحس اللمسي، واضغط على الادخال بالشكل ده، وخليك يا معلم على ميكروفون الايفون. علشان ببساطه يا معلم لو انت وصل لك مكالمه مثلا ومأكتف الايربودز او كاسه العربيه، مايك الموبايل هو اللي يشتغل معاك مش اي سماعه خارجيه ثانيه. اخيرا واخر ميزه ابل ضافتها وكنا مستنيينها فعلا في الاي او اس 26، حاليا لو حاولت تعمل اي مكالمه عاديه والشخص التاني رد على المكالمه، الايفون بشكل تلقائي بيعمل فايبريشن بسيط، من خلالها بتقدر تحدد هل الشخص ده فتح عليك ولا لا. هي تبان بسيطه لكن عمليه قوي الحقيقه، وانت غالبا خدت بالك منها بعد ما نزلت الابديت. بس كده دي كانت ابرز المميزات اللي اكتشفناها لحد دلوقتي في الاي او اس 26، ولسه ممكن يبان برده حاجات تانية مع الاستخدام. ولو قابلنا اي حاجه تانية طبعا هطلع اشاركها معاكم، وعلى حسب عدد المميزات اللي انا هقدر اوصل لها ده اللي هيحدد هل الفيديو هيكون طويل ولا شورت سعيد. المهم ان انا كده هشارك معاكم اي حاجه لو قابلني جديد فعليا. فاتفرج على الجزء الاول لو انت لسه ما اتفرجتش عليه، فيديو مهم جدا فعليا، ممكن تلاقيه في الاي اللي موجوده هنا او هتلاقيه موجوده هنا على حسب لغه الموبايل عندك. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر ميزه عجبتكم، وهل انتم مهتمين بالفكره دي ولا لا. في النهايه ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت حلو. بس كده هشوفكم الحلقه الجايه، سلام.